السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. نعم، بعد الحريقه اللي عملناها يا البنات تعرفوا شنو وقع. ربي يحفظنا وصافي والله العظيم. المهم الفيديو ديالو ما شاء الله كيف ما كتشوفوا كان انا وراجلي في المطبخ. الزوج ديالي كان كيخترع واحد الاكله ديالو، ما نعرف شنو هي، هو باغي يطيب يخترع اكله، وانا كندير الماكله ديالي. انا غادي ندير العدس مع الحوت، و كيف ما كتشوفوا كنتسابقوا، كل واحد كيجري على الماكله ديالو. المهم انا استعملت هذيك الطماطم اللي كنت قلت لكم عليها شحال هذه، فيها الثوم والبصله وفيها كل شيء، يعني هاد المطيشه دابا اللي درت. والربيع عندي انا اصلا عندي في الفريغو مقطع، وصافي غادي نقطع عليه واحد البصيله. المهم العدس عادي. راجلي هنا كيوريكم الدجاج اللي كيدير. هذا سبايسي حار بزاف اللي دار راجلي هنايا. هو دار اكله ساهله، انا اللي درت اكله صعيبه. انا درت جوج اكلات، درت العدس والحوت. هو ضحك عليا، دار غير ماكله وحده وساهله ماشي صعيبه. هو كيوريكم النوع ديالها. انا راه جالسه باقا كندير العدس، كنحك الثومه تما. ومن بعد دار هاد الخبز المطحون فوق هذيك نفس الشيء، يعني حتى هو خبز مطحون ولكن سبايسي حار. وانا راه باقا مع العدس ديالي. كندير هذيك مطيشه صراحه سهله بزاف، فيها الثومه فيها كل شيء، فيها البصله. المهم راجلي دار فوقو البزار والملحه فوق هذاك الخبز المطحون. البنات واخا ما نديرش انا البصله في العدس، راه هذيك المطيشه فيها البصله وفيها كل شيء، ولكن انا واخا هكا كيعجبني ندير نخدم بيدي، يعني ندير البصله، يعني ندير كل شيء طبيعي واخا ما تحتاجش، يعني اصلا هذيك مطيشه فيها كل شيء. هنا درت كنور، غادي نبدا ندير التوابل. التوابل درت غير الكمون والبزار والسكينجبير والكركم. المهم راجلي صافي قرب يسالي هنايا، دار البيض. ما كياكلش هو الحوت، فهاد الشيء علاش هو قرر يدير الدجاج. هذه الهريسه البنات اللي وريتكم جبتها معايا من المغرب، باقا عندي لحد الان كنديرها في الثلاجه، باقا صراحه مزيانه. راجلي كيوريكم الماكله اللي كيدير. دابا غادي نشرمل الحوت من بعد ما غسلته. كنشرملو انايا بالربيع، القزبر المعدنوس والكمون والملحه، شويه ديال البزار، الفلفل الاحمر ما عنديش تسالى ليا، ومع الحامض شرموله عاديه. وبطبيعه الحال الهريسه، انا الهريسه كتعجبني نديرها في كل شيء. نحك عليهم شويه ديال الثومه،
وانا شرمت الحوت ديالي غادي نخليه في التشرموله. والبطاطا مقليه دارها راجلي، قطع بطاطا من بعد هو كيحط عليها الخل بزاف والملحه وكيخليها شي ساعه، يعني هو اصلا كيحطها في الثلاجه ولا في الفريغو كيخليها مع الخل والملحه كتجي بحال ديال بحال البطاطا ديال ماكدونالدز. ولكن بسبب البطاطا والحوت كنا غادي نمشيو فيها، اقسم بالله يعني فعلا كنا غادي نمشيو فيها، ربي يحفظ وصافي. المهم الحمد لله على كل شيء. كون كان الفيديو كيصور البنات كون راه شفتوه. البنات عرفتوا شنو وقع دابا؟ يا ربي الحمد لله ما وقع ليا والو. الجنين ديالي بعدا الحمد لله تحرق لينا المطبخ. يدي كترعد، اقسم بالله الا يدي كترعد. يا ربي شوفوا العافيه فين وصلت، شوفوا العافيه فين وصلت. او ماي جاد. درنا الزيت على اساس باش نسيت على الهضره ولا تنسيت على الهضره. درنا الزيت باش نديرو باش نقلي، وما عرفتش الكوكوت هبطت الماء على الزيت، على هاد المقله الصغيره، وشعلت لينا العافيه. ما بغاتش تطفى نهائيا، يعني بقات العافيه شاعله هنا في هاد البلاصه هذه، بقات شاعله ما بغاتش تطفى. واخا انا طفيت من هنايا وما بغاتش تطفى نهائيا، فبقات شاده هنايا. اقسم بالله الا قلبي وقف قسما بالله. المهم الحمد لله ما وقع والو. شدتني السخفه. يا ربي الحمد لله ما وقع والو. كان غلط انا حطيت المقله ديال الزيت حدا الكوكوت، كانت كتقطر عليها الماء. وشعلت العافيه من هنا، طلعت للحيط والمشكله مبغاش تطفى. ولكن المهم طفينا على خير وبخير الحمد لله. دابا البنات بقات النوبه ديال الزوج ديالي. انا ساليت الماكله ديالي، ساليت السمك ديالي، بقات نوبته. المهم انا خديت له البوطه، بديت انا الاولى بطبيعه الحال من بعد الحريقه اللي والله العظيم انا مازال لحد الان صافي كترعد. شوفوا شنو وقع. شوفوا عرفتي راه العافيه طلعت هنا وبقات ما بغاتش تطفى نهائيا. ما عرفتش كيفاش غندير اصلا هذا الشيء. ربي يحفظه صافي. اعلي الغاز ولا خليه؟
علي كتير. بس هتمشي على الطريقة دي بس وتعملهم هون. المهم كما كتشوفوا صافي كيحط الدجاج في البيض، من بعد كيحطوه ناي. من بعد الحريقه اللي كنا غادي نديروها في الدار البنات، صراحه مابقاتش عندي القناه ندير حتى شي حاجه. صافي صافي سالينا هذا الشيء، وهذا هو العشاء ديالنا. هذا هو الحوت اللي انا درت، وهذا هو الماكله ديال راجلي اللي هو دارها، ومع العدس. وصافي ما بقاش عندي القناه ندير لا حتى لا شلاضه لا حتى شي حاجه، لانه فعلا العافيه صعيبه يعني. شدات كانت غتشد في الخشب الله يحفظ، دابا راه كنصور وكنطرد. المهم البنات هذا هو كان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تحطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد، وان شاء الله انا نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.